بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله، صلوا على حبيب الله. رمضان كريم وكل عام وعيد مبارك وكل عام وانتم بخير. طبعا هذه الوصفة اللي كتشوفوا فيها اليوم وصفة جاتو اسمه لي ماغون. طبعا هذا الجاتو من أروع الوصفات اللي خدمتها ولا الجاتو اللي جربته. هذا الجاتو كنت خدمته عام الأول وقت اللي عجبني، ندمت اللي ما صورتهش السنة، قلت نخدمه ونصوره ان شاء الله نبارطاجيه مع متتبعيني ومشتركيني وكاع اللي يدخلوا للصفحة تاعي. طبعا وصفة من اروع الوصفات، من ألذ وابن ابن الحلويات عفوا. طبعا شوفوا المكونات اللي هي عندنا، ما كتشوفوا هنا معايا الصابلي. طبعا هنايا الصابلي خدمي باي وصفه تخدمي بها الصابلي، الوصفة اللي تجي عليك وتجي على كوستك خدمي بها صاي. عادي وصفة تاع الصابلي، لكن تخدميها رقيقة، يعني كيما تشوفي رقيقة يعني مربقة الحبة. لاخاطش غادي نستعملوا 3 طبقات من الكاطو، ما غاديش نستعملوا حبتين ولا 2 حبات، غادي نستعملوا 3 حبات لهذا الوصفة. معناه اذا كبغيتي تخرجي 20 حبة من هذا لازم تطبعي 60 حبة. نجور الكريمة، طبعا الكريمة من أروع الكريمات تستعملوها في أي وصفاتكم. راح نستعملوا هاد الزبدة، كما كتشوفوا معايا هذه من شوف زبدة خفيفة وتصلح لجميع الكريمات ولجميع الحلويات اللي تكون خفيفة وهشة. يعني جربتها صدقوني، خدموا بها الكريمات. هذا الزبدة خفيفة، مهما كتذوقيها تلقيها خفيفة على العلامات الأخرى. غادي نستعملوا مقدار 100 غرام ولا 150 غرام، ثلث جوج مغارف ونص هكا كبار ولا. هذه مقادير مضبوطة لهذه 20 حبة أو 60 حبة، بالمعنى 20 حبة تاع كاطو. غادي نستعملوا كذلك نضيفوا لها 2 مغارف تاع توفية. طبعا أنا استعملت هنا الجاهزة، الأخوات اللي صنعوها في البيت كذلك عادي استعملوا منها ملعقتين، ملعقتين كما كتشوفوا معايا مملوءة. رايحين نهودو كاع اللي في المغرف، ما تخلوش حاجه. صاي الشيرات. غادي كذلك نضيفوا لها مكون اخر هو اللي ضروري في هذه الوصفه، يعني ضروري، اللي هو عطر الكراميل. غادي نضيفوا كميه لا باس بها، كميه مليحه ما يعادل ملعقه كبيره ولا من عطر الكراميل كما كتشوفوا معايا. اختاروا النوعيه الجيده باش تعطيكم البنه تقعد مده طويله في الكريمه ولا في الكاطو تاعكم تتبنوه. رايحين هذه اضافه 2 مغارف تاع كاوكاو محمص ومرحي، مرحي رقيق رقيق. هذه اضافه من عندي، اذا عندك ديري، ما عندكش ما ديريش. هي في الوصفة الأصلية ما فيهاش الكاوكاو، لكن الكاوكاو يعطيها بنة روعة يعني في الكريمة. غادي نضيفوا ملعقة كبيرة من سكر الفانيليا، وراح نخلطوا المكونات هنايا، نخلطوهم مليح تنحصلوا على كريمة. طبعا اللي عندها هنايا اللي ماهيش عزاجة كي حالتي، جبدي لك الباتير وخبطي خبطه ولا 2 كريمه خفيفه رايعه روعه. انايا من الناس العاجين فكنت نخدمه غير بالمغرب هكا كما تشوفوا معايا نخلط فيه، لكن الافضل كنت تستعملي الباتير، راه يعطيه يدخل في الكريمه الهواء وتجي خفيفه. صحيح. انا من قلت لكم انسانه عزاجه، خدمتها بالمغرف، لكن خلطوا مليح وذوبوا كاع ديك المارغرين. استعملوا المارغرين اللي تكون على درجة حرارة الغرفة، يا راها البرد واليامات ما كان لا حرارة الغرفة ولا والو. حطوها حدا الغاز تذوب لكم شوية، رانا في البرد. كيما كتشوف معايا انايا خلطتها، تحصل على هذه الكريمة الشابة البنينة الشيرات. طبعا هذه الكريمة قلت لكم استعملوها في اي وصفة عندكم تاع صابلي. انا كيما تشوفي معايا غادي انا نخدم فقط بالمغرف. اختي بغاتي تجيبي بوشادوي وتعمريها وديري تساعدك، فانا قلت لك اخواتاتي، قلت لكم انا عزاجه شويه، قلت يلاه بالمغرف وراها كاطو تاع عيد وراه عندي خبولات بزاف وكاطويات بزاف. مانيش طايقه لداك داك الشكي ماشي شكيل
داك بريستيج الكوزينة، والكوزينة وفيها بريستيج والله ما فيها بريستيج الكوزينة في الخدمة. يلاه شريت كيما كتشوفوا معايا درت الطبقة الأولى وفوقها الكريمة والطبقة الثانية وفوقها كريمة والثالثة كيما كتشوفوا معايا كيما هاك. زيروا عليها شوفوا هاد الكاطو هاد الصابل هاد الكاطو الصابل اللي خدمته هنايا وصفة إن شاء الله في الأيام القادمة نحطها لكم، يعني يجي الصابلي خفيف وفي ساعة يتفتت، والله حتى أنا سميته كي مخ القرع، يعني غير نتوشيه كيما هاكا ينقرض، عاد لا راني غير كيما كتشوفوا فيا غير بالله الله غير على ايدي غير بشوية وراه يتفتت لي، لكن كما قلت لكم يعني بنته ولا أروع، قبل ما يوصل لفمك في الطريق يتفتت لك في يدك يتفتت. كما كنتوا معايا كذلك الطبقة الثالثة ما هكا قلت لكم كيما قلت لكم الشيرات حاولوا هكا تطبعوه رقيق وما تستعملوش الخميرة الكيميائية في الصابلي في هذا سورتو هذا قلعوها لي كاع اللي موافق تخدم قلت لكم شوفوا كي نقرد معايا، لكن بصح هاد الضحايا رايحين نستعملوا هاد الضحايا تاع الكاطو ما غاديش نقصوهم، دوك في اخر الفيديو تشوفوا لي كيفاش استعملتهم. هاد الضحايا مهمين، الضحايا تاع الكاطو والله هذا ضحايا مهمين في التزيين في الاخير. هاكا نوضعوا كمية لا بأس بها من الكريمة. طبعا هاد المقادير تاع الكريمة هذه اللي استعملتها كانت جاتني مضبوطة مع الكمية تاع الصابلي اللي خدمتها، اللي كنت في بداية الفيديو قلت لكم 60 حبة معناها تخرج لي 30 عفوا تخرج لي 20 حبة تاع كاطو بهذا الشكل كيما هكا. كثروا الكريمة طبعا كما قلت لكم اللي بغات تستعمل بوشادوي هي وراسها. المهم هنا كما كتشوفوا معايا ها هو ندركو في شويه حاجه خفيفه، يعني حاجه خفيفه تدركوها باش الحبات شويه يهودوا يلصقوا مع بعضها. انا رايحه نكمل الكميه تاعي اللي عندي، طبعا رايحه نكملها كاع ونوريكم في ال الاضافات الاخرى في هذا الكاطو. ما كتشوفوا ثاني هنا معايا الحبه الاخرى، بغيت نوريكم فقط الكميه هنايا كما كتشوفوا معايا تقريبا ملعقه صغيره هكا ولا نص ملعقه صغيره من الكريمه، ونزيدو الحبه الثالثه. طبعا هذا كاطو لا غادي نسميه هنا ثلاثي الابعاد ماشي اللي معه. قلت لكم راح نكمل راح نشوفوا من بعد كيفاش كذلك نكملوا الوصفه. هنايا الكريمه غادي كذلك نضيفوها من في الحواشي، راح الحواشي كاع نعمروهم بالكريمه هذيك بهذه الطريقه هكا. حاولوا باش ما تخلوش فارغ ولا قاط ولا هذا الصابلي بلا ما تفوتوا عليه الكريمه هكذا. نخدموا مع الحبات كاع. بغيت نخلي الفيديو باش تشوفوا كامل التفاصيل وكامل كيفاش كملت هذا المونتاج إن صح التعبير للكادو هكذا. كما قلت لكم هذه الكريمه استعملوها في كامل الوصفات تاعكم، يعني وصفات تاع الصابلي تاع حتى وصفات تاع الحشو صابلي، يعني من اخف الكريمات وافضلها، خصوصا اذا استعملتوا النوعيه اللي وريتها لكم تاع المارغرين. كما كتشوفوا هنا معايا حتى الحبات فيهم الخوا هكا خاويين ما بين بعضاهم، لازم تعمريهم بهذه الكريمه.
بغيت نخلي كيفاش الفيديو باش تشوفوه كاع. انا رايحه نكمل الحبات تاوعي من بعد نشوفوا كيما دروك. قلت لكم هذوك الضحايا، ها هما هادو الضحايا اللي داروا لي. كاع عندي ضحايا واحد اخرين، كي بغيت نخدم هذه الكميه فقط قدامكم. انا غادي نفتوهم مليح هاكا، نفتوهم ما خلوش فيهم حتى الحبيبات، ما خلوهمش. راح نضيفوا ملعقه تاع كاوكاو محمص وملح رقيق كيما كتشوفوا معايا هذه هنا كيما هاك. خلطهم مليح مع التفتات تاع الكاطو ونجيبوا الحبات تاعنا نديروهم مع هذيك الكريمه اللي درناها في الحواشي كيما هكا. يعني كيما نخدموا الصابلي ونزوقوه بالكاوكاو هكذا. بصح حاولوا باش تدركوا كي تقعدوا ديروا في الحبه، دركوا ليها بشويه باش ما تقرضوهاش، باش كاع الحواشي تاعها كاع يتلصق فيهم هذا الكاوكاو الصابلي هذاك اللي كنا فتتناه. راح نضيف شويه كاوكاو، شتا شويه قليل لي. هنا الطبقه التزيين راح نستعملوا الشوكولاته البيضاء والشوكولاته السوداء. طبعا البيضاء اي نوعيه والسوداء اي نوعيه. راح نجيبوا المبشره هذه تاع الخضر وراح شغل نبشروا هذا الشيكولا بهذه الطريقه. اللي عندها هذيك الراباس تاع الخضره، هذيك الراباس الاخرى تخدمها في الجهه الغليظه، تربيها في الجهه الغليظه، لكن نفضل انا هذه. لكن بزاف من الاخوات اللي ما عندهمش هذه في البيت استعملي الراباز، ولا حتى بالخدمي كي يكون شويه داك المنشار هذاك تنجريها هكا بشويه تنجر لك، لكن هذه افضل. بهذه الطريقه رايحه ننجر هذه الشوكولاته. طبعا كاينه الشوكولاته هذه تنباع اللي تكون هكا شغل مرابيه ولا ما على باليش، كاينه اللي عندها تشريها تستعملها مباشره بلا ما تشري هذه تربيها. صايد راح نكمل هذه نوريكم كذلك الشوكولاته السوداء. ها هي ثاني، هي جبت الشوكولا الكحله هاكا. هذه ثاني هي نبشر فيها. هي الشوكولاته السوداء تجي خير من البيضه في البشر، تتكور غايه. اما الصفراء البيضه غتفتت، خاطرش السوداء كاكاو. المهم بشروها لنا مليح، الله يبشر عديانكم. صاي نجروها لنا غايه، الله ينجر عديانكم. قولوا امين شيرات. راني كملت هذا الكميه هذه. راح دروك نجيبو الحبات تاعنا تاع الكاطو. طبعا اللي تقعد لها الكريمه ديرها من الفوق. انايا هذيك الكميه كانت دارت لي فقط الحبات كاع في الوسط ولا الحواشي. الله الله، قلت لكم الضحايا تاع الكاطو في العيد كوارث. الله يجيب الخير. وكانوا يشوفوكم التراريس تقعدوا شي نهار عندهم على الصوالح اللي يضوعوا لي يتفتوا لي يتحرقوا المهم كمل. انا استعملت هنايا مربى المشمش ولا شويه عسل، ولا ليه المربى افضل. والله اذا كنتوا تاني صانعين كميه لا باس بها من الكريمه هذيك دروها من الفوق. هي في الاصل الكريمه هي اللي تجي من الفوق. انا ما قعدتليش بزاف، كانوا عندي الحبات بزاف فجاتني قيس هي ولا الحبات الحشو تاع الحبات كما كتشوفوا هنا معايا. درت نص ابيض بالشوكولاته البيضاء والنص الاخر بالشوكولاته السوداء. هيا غادي ندهنو فقط دهنه خفيفه بالمربى. راح ننثروا عليه هذيك الشوكولاته البيضاء والشوكولاته السوداء، ونكونوا بهذا كملنا الكاطو
تاعنا. إن شاء الله تجربوه الشيرات وجربوه يعني روعة، حتى في البنة تاعه في الحطة تاعه النوعية تاعها قليلة وشكلها قليل في مواقع التواصل، وبنته أروع كيما كتشوفوا هنا معايا. إلى اللقاء وإلى الملتقى بإذن الله.